نقل الإجماع ابن عبد البر عليه رحمة الله في جامع بيان العلم وفضله، ونقله عنه ابن القيم عليه رحمة الله مرتضيا له إجماع أهل العلم على أن المقلد ليس بمفتي لأنه ليس بعالم. هو المقلد لا يعرف حجة العالم، وإنما يقلده، يأخذ قوله دون أن يعرف حجته. إذا كان لا يعرف الحجة فكيف يكون في منصب الإفتاء؟ فكيف يكون في منصب الإفتاء؟ الناس ثلاث أقسام: مجتهد، مقلد، وبينهما متبع. المجتهد هو الذي له قدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. جيب له نص من القرآن أو نص من السنة يخرج لك الحكم الذي يستفاد من الآية بالدليل، وهذا فيه شروط، حوالي 9 شروط ذكرها العلم، 8 شروط، والشرط التاسع هو المفتي، لأن فرق بين المفتي والمجتهد. المجتهد هو الذي يجتهد لنفسه، أما المفتي فهو الذي يجتهد لغيره. زادوا في المفتي شرطا وهو العدالة، أما المجتهد فيمكن أن يكون فاسقا ومجتهدا. كاين المقلد ليس له قدرة على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، وإنما يأخذ برأي المجتهد دون أن يعرف دليله. يروح عند المجتهد يسأله على حكم المسألة، يقول له المسألة يجوز أو لا يجوز. لو ذكر له الدليل المقلد لا يفهم الدليل ولا يعرف حجة العالم، هذا يسمى المقلد. بينهما صنف طلب العلم ودرس لكن لم يصل إلى مرتبة المجتهد أو الاجتهاد، ولكن بدراسته للعلم ارتفع على أن يكون مقلدا، فهو يفهم الأدلة ويعرف مراتبها ويمكن له حتى أن يرجح بين الأقوال، لكن ليس له القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. هذا يسمى متبع. المقلد لا يعرف الحجة، فكيف يكون مفتيا؟ نعطيكم مثال عن المقلد هو لما تقول له ما حكم الصلاة بالتباعد، يقول لك يكفيك أن اللجنة أفتت بالجواز. لما تقول له ما هي أدلة الشيخ فركوس حفظه الله على أن الصلاة بالتباعد لا تجوز، يقول لك وكلام الفوزان وين نحطه؟ هذا مقلد. كيفاش مقلد يكون في هرم الدعوة السلفية ويكون موجها ومفتيا ويجيب الناس على أسئلتهم؟ بل هذا المقلد صار إماما في الجرح والتعديل، يجرح من يشاء ويعدل من يشاء. بأي علم يجرح وبأي علم يعدل، وهو ليس له الآلية ليعرف الصحيح من الخطأ، وليس له القدرة العلمية على تمييز الصحيح من الخطأ من أقوال أهل العلم، فكيف له بعد ذلك أن يصير مجرحا معدلا وهو من الناحية العلمية لا يعد أن يكون مقلدا، بل ويفرض على الناس التقليد؟ الشيخ فركوس ماذا فعل؟ أراد من عموم السلفيين أن يفهموا أن هذا الشخص لا يصح أن يكون في هرم الدعوة السلفية، لابد أن يرجع إلى حجمه الحقيقي. حجمه الحقيقي أنه إمام مسجد يحضر خطبته ويلقيها في الناس، يحضر درسه ويدرس لمن يحضره في مسجده فقط. أما أنه يفتي، أما أنه يؤصل، أما أنه يوجه، أما أنه يرشد الناس، فهذا ليس أهله. والشيخ فركوس حفظه الله انطلق من منطلق أن عليه أمانة أمام الله سبحانه وتعالى، أمانة تبليغ العلم وبيان الحق والصواب للناس. فلما فعل الشيخ هذا الفعل فهجموا عليه، وسبحان الله يأبى الله عز وجل إلا أن يكشف حقائق الناس حتى في طعوناتهم مقلدة. عجزوا حتى أن يأتوا بطعن جديد في حق الشيخ، وإنما هي طعونات من سلفهم من الصعافقة الأوائل.
قلدوه فيها وعادوا إرجاعها من جديد، فمقلدة حتى في الطرق.